مرة دخلت مواد بناء، كهرباء، سباكة. يوم دخلت عينت واحد مصري معه شاكوش. ايش فيه؟ قال والله لأكسر نفوخه. قلت نفوخ من؟ قال نفوخ السوداني ده. أعوذ بالله، والله وجع السوداني معه زرادية. الأول معه شاكوش والثاني معه زرادية. ايش فيه يا عم محمود؟ راعي الزرادية. قال علي الطلاق يا شيخ وليد، لأبرم ليه إذنه وأطلع ليه إذنه من راسه. عرفت أنا أن الشيطان هنا واقف يبغى يحدث مشكلة. وش أسوي؟ أمتنا فيها خير. وأروح للمصري وأمسك بيده على أني واقف معه ضد السوداني. قال تسمع يا عم محمود، أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول. قال وش يقول؟ قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لنا نسبا فيها وصهرا. المصري قال الله، انت جبت الحديث ده منين؟ قلت هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والله ده أعظم حديث قاله النبي. ورمى الشاكوش في الأرض. قال يا شيخ وليد بالله انت تقول هذا الحديث في خطبة الجمعة عشان السعوديين يعرفوه. قلت ابشر فكنا شرك بس. رمى الشاكوش وطلع. يوم طلع للسودان يزهمني، شيخ وليد. قلت نعم. قال ما عندك حديث عن السوادنة كذا ولا كذا؟ قلت اه والله اعوذ بالله فرجوا الحدث.